صباحكم فل. عايزة أكلمكم النهاردة على صفات الشعب الألماني وهو بيسوق. صفاته بيعمل إيه؟ هل زينا بيشتم وهو ماشي، أو يقعد يزعق أو يشتم الناس أو يعني يطلع غضبه على اللي حواليه؟ لأ، الألمان شعب هادي وما بينفعلوش زينا في السواقة خالص. أحيانا في بعضهم، وانا شفت حالات بيشتموا، ولكن مش طبعا زي عندنا، يعني يا حمار يا غبي يا كلب يا كده، ما فيش. لكن في شتايم ما لا يعاقب عليها القانون، يعني مثلا يعني يا مش عارفة بالظبط بيقولوا ايه، لكن بيقولوا حاجات ملهاش علاقة بالشتيمة، يعني انت موتسة وحشة ولا مش عارفة بيقولوا ايه بالظبط. عندهم تعبيرات بتاعتهم، مثلا انت شراب معرفش ايه، انت ايه، يعني حاجات فيها استعارة او كناية، لكنها لا ما بتوجعش، ما فيهاش شتايم لأب وأم ولا شتيمة للشخص نفسه بعيب، يعني بانك مثلا غبي او انك مثلا لا. المهم هم في السواقة ملتزمين، يعني بيمشوا تبع القواعد اللي محطوطة في البلد. وفي حد قال لي، كنت بتكلم مع حد كده كتابة، فقام قايل لي لا احنا اصلنا مش محتاجين النظام يعدلنا، اصل احنا متعدلين لوحدنا من غير نظام. بكلمة عنجهية كده، اللي هو يعني لا احنا شعب متحضر من غير النظام ما يهذبنا. لا حضرتك، من غير النظام ما يهذبك مفيش حد بيشتغل ولا بيعمل حاجته صح طالما النظام سايب. وبالتالي انا برد على الاستاذ اللي قال لي الكلمة دي وبقول له لا، لو النظام فاكك وضعيف محدش هيمشي صح، لان بطبيعة البشر الانسان يميل بطبعه الحاجة الأسهل، ودائما الحاجة الأسهل هي اللي ما فيهاش قواعد أو اللي ما فيهاش قيود. فكلام الأستاذ غلط، وهو بس كان يعني عايز يرد عليا رد مش لطيف، وأنا طبعا ما ردتش عليه لأنه ما يهمنيش كلامه أصلا. المهم، الالتزام بالنظام مهم جدا لتعديل سلوك البني ادمين للافضل. طالما ما عندكش لا قيم داخليه ولا دين بيحكمك، يبقى حط لك السيستم والنظام يخليك تمشي زي الالف. وطبعا زي الالف دي لانك لو ما مشيتش هديك غرامه تدفعك دم قلبك، هتمشي غصب عنك بعد كده عدل. هو ده النظام اللي الالمان بيمشوا بيه. اعمل الصح غصب عنك والا هتدفع فلوس. مش يعني عشان هم لوحدهم كده مؤدبين ولا عندهم تقاليد وعادات، لا، كل البشر زي بعض. وده اللي انا اكتشفته في بعد عمر كتير، ان البشر كلهم واحد، مهما اختلفت جنسياتهم، ومهما اختلفت الوانهم، ومهما اختلفت دياناتهم، كلهم في الاول والاخر بشر، والبشر خطاء، والا ما كانش في جنة ونار، والا ما كانش في شيطان. فاذا احنا وهم زي بعض، ما يختلفش غير اللغة والنظام اللي بيحكم. لذلك اطالب بتشديد اقصى العقوبات على المتهم. صباحكم فل. رشا امين.